صلوا عليه بلا غاية صلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. يا رب صل على النبي وآله، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على من تدخلون بجاهه دار السلامة تبلغون المطلبا. أيها الإخوة والأخوات، إليكم هذه الوقفات مع شمائل النبي المصطفى وخصال الرسول المنتقى صلى الله عليه وسلم، لننهل من معين خلقه الصافي فنزداد له محبة وتوقيرا وإجلالا وتقديرا، فنتأسى بأخلاقه ونقتدي بهديه. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فنقف مع خلق من خلقه القرآن، وحياؤه أشد حياء من العذراء في خدرها، من يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من إذا حمي الوطيس احتمى به الأصحاب، من كان يصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، ويقول الحق ولو على نفسه، من زهد في الدنيا وألقاها وصد عنها وأباها. وتعالوا بنا لنغوص في أوصافه البهية ونعوته الزكية بشيء من التفصيل والتوضيح، إذ أن كثيرا من الناس قد يرى في المنام من يحسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو رسول الله، لأن ما رآه لا يتطابق مع وصف الصحابة له صلى الله عليه وسلم. ولذا لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صفه لي حتى يتأكد هل ما رآه رجل حقا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. ولذا نقول وبالله التوفيق: وصف شعره صلى الله عليه وسلم كان شديد سواد الشعر، ليس بالأسبط ولا الجعد، كان أحيانا يضرب شعره بين كتفيه وأحيانا دون ذلك، وكان يكرم شعره ويقول: من كان له شعر فليكرمه. وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على النظافة والتزين، وهو القائل: إن الله جميل يحب الجمال. وصف وجهه صلى الله عليه وسلم كان أنور الوجه، كأن الشمس تجري في وجهه من جماله وتوقده، كالقمر ليلة البدر، بل هو أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. وصف هامته أي رأسه صلى الله عليه وسلم كان ضخم الهامة مع تماسك بدنه وجماله صلى الله عليه وسلم. وصف عينيه صلى الله عليه وسلم كان أدعج العين أي شديد سوادها، أحور أي واسع العينين، مخطوط الحاجبين، في أشفاره وطف أي طول، والأشفار هو الشعر الذي يخرج من حاجب العين. أشكل أي أن في عينيه حمرة صلى الله عليه وسلم، وهي من دلائل نبوته. وكان أكحل العينين خلقة، إذا رأيته حسبت أنه قد اكتحل. ومع هذا كان يداوم على الكحل صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ في وصف عينيه: وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرة لدى بياض العين. ولعلي أدعج وفسر بشدة السواد في العين يرى. ويقول أيضا: أدعج والأهداب فيها وطف من طولها أو غطف أو عطف، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه بلا غاية صلاة دائمة بلا نهاية. صلوا عليه